يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أسعد حال. النهاردة بقى هنعمل أكل جامد جدا 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 مع بعض. بس أهم حاجة تصلوا على الرسول كده وتوحدوا الله وتحطوا اللايك الجميل وكومنت حلو كده يفتح النفس. ربنا يبارك لكم، كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. النهاردة بقى معانا ده كربط حلو كده زي ما انتم شايفين كده. حطينا بقى الشوربة بتاعته، حطينا فيها ورق لوري وحبهان، وحطينا كمان طماطمايه وبصلايه كده وسيبنا الميه تغلي، وحطينا في الدكر بتاعنا زي ما انتوا شايفين. هنغطي بقى عليه كده ونقول لكم بقى حطوا اللايك. حطوا اللايك يا حبايب قلبي. صباح الفل. طبعا قايمين بدري كده نعمل اكلنا علشان عندنا مناسبة النهاردة حلوة قوي. ابني الكبير، ابني اللي هو اصغر من الكبير شوية، يعني جاي بالسلامة كده، وقلنا بقى ايه كلنا نتلم بقى انا وبنتي وعيالنا كلهم وناكل أكلة حلوة كده بقى ترم العظم كده، ونحتفل بقى بمجيه بالسلام. تمام تمام. أنا طبعا بعد الدكر ما غلى معايا كده غلوتين، قمت ايه قلباه على بطنه كده علشان يستوي من ناحيتين، لأن الحلة حسيتها إنها ضيقة شوية، بس استوى وكان زي الزبدة. تمام تمام. يلا بقى يا حبايبي، هنبدأ بقى في الوصفة الجميلة بتاعتنا النهاردة. هنعمل بقى كوارع كده، بالكوارع يعني بورق العنب، بس الكوارع قشطة كده زي ما انتوا شايفينها، مغسولة حلو وكمان متقطعة تقطيعة حلوة كده. طبعا انا قلت هعمل دول بس كده في حلة وبعدين اطيب الباقي. قلت طب وانا ليه؟ طب انا اطيبها كلها مع بعضها واخد الكمية اللي انا عايزاها اخليها واحطها في ورق العنب. صح؟ صح. بعد ما حطيت دول معاكم كده كملت الباقي من ورا الفيديو، يعني من ورا الكاميرا. دول حطيتهم كده زي ما انتوا شايفين. جيت بقى رجعت نفسي قلت طب وانا ليه؟ طب ما انا هحط كله مع بعضه وبعدين اخد اللي انا عايزاه. تمام تمام. قلت بقى ان انا ايه، هعمل بقى الكوارع كده النهارده، مش هغير ميتها ولا اي حاجه. الكوارع بقى طبعا انا غسلاها حلو زي القشطه، بصوا حطيتها كلها، بقول لكم ان انا حطيتها كلها. تمام تمام. سبت بقى الكوارع تتشوح معايا تشويحة ممتازة جدا. لا هكب مية ولا هعمل اي حاجة يعني هسيبها كده تطيب في ميتها كده يا حبايبي، تغلي بقى في المية بتاعتها. دي بتكب ميتها امتى بقى؟ لما بتلاقي الكوارع ممكن تكون مش مغسولة حلو، او ممكن تكون فيها ريم كتير، لكن دي ما لقيتش فيها ريم ولقيتها زي القشطة قسما بالله، يعني مغسولة كده ومتظبطة تمام. هنا بقى حطيت معلقتين من الزيت كده ومعلقتين من الزبدة عشان الزبدة ما تتحرقش معايا. هعمل بقى الطشة بتاعت ايه، بتاعت الكوارع. تمام تمام. عايزة تعمليها بسمنة خالص براحتك، مفيش اي مشكلة، بس حتة الزبدة دي بقى او السمنة البلدي بتديها ريحة حلوة وطعم حلو كده. وهنا معلقة كده من الثوم المفروم، همسكها بقى ان انا احمرها كده لما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل. تمام. ما تخليش طبعا التومة تغمقي معاكي علشان ما تغمقكيش الشوربة وتخلي تبقى باينة كده على وش الشوربة. وهنا الصلصة بقى بتاعتي كده بعد ما ايه، ما التومة كده تاخد اللون الحلو بتاعنا اهو. بصوا انا هوريكم شكل التومة يعني ايه، التومة داخلة على لون ايه ذهبي خفيف كده. هنزل بقى بالصلصة بتاعتي كده وهسيبها تتسبك معايا. بس بقى ما اسيبها، قبل ما اسيبها تتسبك معايا هستنى بس دقيقتين تفك معايا كده، وبعد كده هحط بقى التوابل اللي انا هحطها للكوارع. حطيت فلفل، الفلفل ده محوج يا جماعة، عليه حبهان وعليه ورق لوري وفرماه كله ضربة كله في بعضه في الخلاط علشان يبقى يدي ريحة حلوة. والكزبرة والكمون والبهارات الحلوة برضو مطحونة على بعضها، يعني مش هحط غير كده بس، وهحط كمان معلقة كده كبيرة من السكر ومعلقة حلوة كده من الملح. تمام. هنا طبعا الملح مش بنحطه الا لما الكوارع تستوي معانا، يعني داخلة على سوا نص طياب كده او اكتر من نص طياب شوية. هنا حطيت معلقة كبيرة كده من السكر زي ما قلت لكم، وهنزل كمان بمعلقة من الملح. بس كده، دي كل التوابل بتاعتنا وكل البهارات بتاعتنا حبايب قلبي. تمام تمام.
يا ريت تحطوا اللايك لو وصلت لحد كده، بالله عليكي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، عشان الفيديو ده حلو قوي 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 وهينفعك. يعني مش عايزه اقولك الفيديو ده خطير جدا، وحاجه بقى كده مشرفه كده، عشان تعمليها بقى في العيد الكبير كده لحبايبك ولاهلك ولعيلتك كده. هنا بقى نزلت بالصلصه بتاعتي كده، بقى هحط بقى الشوربه بعد ما ما الكوارع بتاعتي شربت الميه اللي هي صردها كلها، ومفيش ريم ولا في اي حاجه، والكوارع بتاعتي نظيفه تمام. يعني حاجه عايزه اقولك، مش عايزه اقولك بقى ان هي فاخر كده من الاخر. وكمان ريحتها بقى طالعه كده، كل اللي يخش يقول ايه الريحه الحلوه دي يا تيتا، ايه الريحه الحلوه دي يا ماما، اقول لهم دي الكوارع بتاعتنا. هي صحيح الحله ضيقه، بس هي استوت معايا وبقت تمام التمام. واخدين بالكم معايا؟ خلي بالكم معايا. هنا بقى حطينا بقى المحشي الممبار. كنت انا طبعا حاشيه الممبار معاكم قبل كده كام مره، بس حبيت اوريهولكوا كده على النار اهو. بصوا مفيش لا رز ولا اي حاجه، بس انا بصراحه يعني ربطته المره دي. وهنا بقى ورق العنب اللي عملته، وخليت الكوارع كده وحطيتها في النص كده، عملت لها فحرة بقى من النص وهسقيها بقى بشوربة الكوارع. شايفين شوربة الكوارع شكلها ايه؟ حاجة تحفة تحفة تحفة، بجد جميل. هنا بقى كنا خلصنا كل الاكل بتاعنا وجينا هنا بقى نرص الصينية بقى اللي ابني كان طالبها وكان نفسه فيها. كنت عاملاها لابنه قبل كده، وقال لي يا ماما انا عايز صينية زي اللي انت كنت عاملاها المالك. عملت له هنا السمبوسة بقى، عملت سمبوسة برضو باللحمة المفرومة، وهنا لحمة راس برضو طيبتها، وهنا بقى الكوارع بتاعتي اللي شكلها تحفة. طبعا انا خدت منها بصراحة يا جماعة لورق العنب. ماشي، خليت بقى حبة كده لورق العنب، ومصمصنا برضو العظم بتاعهم اللي طالع منهم. شايفين بقى زبدة زبدة زبدة. اللقطة دي هعيدها لكم كمان مرة علشان عجبتني، وعشان اوريكم الجمال والحلاوة. هنا ورق العنب شارب بقى من شوربة الكوارع، حاجة تحفة بجد خطير. شايفين الرزاية نافشة ازاي، وحاجة بقى طيبة كده، وزبدة بقى بقول لكم زبدة. شايفين وحش الممبار، حاجة بقى كده فاخر من الآخر. جربوه هيعجبكم إن شاء الله. و... ويا ريت الفيديو بتاعنا النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. عدتلكوا اللقطة دي كمان عشان اللقطة دي عجبتني بجد والله. حاجة بس عايزة اوريكم الحلاوة والطعامة، وعايزاكم تحطوا لي اللايك والكومنت، بالله عليكم ما تنزلوا عن كومنت حلو. شايفين المنظر؟ حاجة بقى كده فاخر من الاخر يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين، وبقى مش عايزة اقول لكم اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.